الولايات المنجزة بخصوص الشبهات القائمة في إطار تهريب العملة الصعبة إلى الخارج أمريكا ألمانيا من طرف رئيس شبيبة القبائل السابق المتهم شريف ملال وشقيقه الفار المدعو غيلاس ملال في إطار الإنابات القضائية الدولية الصادرة بتاريخ 26 أكتوبر 2020 والمقدرة إجمالا ب 300 ألف أورو و275 دولار أمريكي، وباستعمال الحساب الخاص بالشركة ذات الأسهم شبيبة القبائل عبر بنك التنمية المحلية الموجه إلى حساب بنكي بدولة أمريكا. وتبين أن المتهم شريف ملال أجرى 4 عمليات تحويل الأموال المشبوهة، كانت أولها بتاريخ 1 جانفي 2020 أين تم تهريب مبلغ 275 ألف دولار إلى أمريكا عبر حساب شركة جياسكا، كما أن ثاني عملية خاصة بتحويل مبلغ 300 ألف أورو بطريقة غير شرعية من الجزائر نحو دولة لوكسمبورغ تمت بتاريخ 15 فبراير 2017 لصالح شخصين بغرض شراء مركبات من الشركتين لمالكيها ومسيريها ملال شريف وشقيقه غيلاس. كما أن الوثائق التعريفية بيّنت أن هذه الشركة مسجلة باسم المدعو حمدي الذي كان يعمل عند ملال شريف بشركته بلوكسمبورغ. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.